على المواطن ده لو هو فاهم كويس قوي ومدرك حجم الخطوره اللي هي بتحاك والمؤامرات التي تحاك على الوطن، لا هيقدر يجابهها كويس قوي. قوي. جزء من فلسفه الحوار الوطني بهذا الشكل انه يصل لكل الناس ويكون في عمليه تبسيط. اعتقد ان يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اوجه له كل الشكر والتقدير والامتنان لهذه الفكره التي يعني زرع هذه البذره الجميله في فكره الحوار الوطني، لان الحوار الوطني بدايه لكل تقدم. يعني انا عمري ما هعرف انت بتفكر ازاي الا اذا انت كلمتني وقلت لي، عبرت لي عن نفسك، وانا بالتالي قلت اللي عندي. فالتواصل ما بين صانع القرار ومنفذ القرار ده تواصل جيد جدا. لازم اعرف الناس عايزه ايه، افكارها ايه، ارائها ايه اللي جواها، ايه شكواها. النهارده التواصل ده مهم جدا. خلينا نروح بقى يا دكتور لاحدى صناعات القرار. ولما بنتكلم عن صناعه القرار طبعا حضراتكم عارفين عندنا سلطه تشريعيه في مصر بغرفتين. معانا النهارده ممثله عن احدى